أنا مش منظماها، يعني أنا مش كاتبة سكريبت وبقرا منه، فالكلام هيجي من دماغي على طول، فهتلاقوا لخبطة كتير وممكن تلاقوا أصوات في الخلفية. أنا بس عاملاها عشان عايزة أقول رأيي في فيلم ظاهر اليومين دول، وأنا كنت مهتمة أقول رأيي فيه لأنه المخرج وممثل أنا بحبهم جدا، يعني كنت بستنى أعمالهم دايما، وبصراحة اللي أنا شفته ده يعني ما عجبنيش الصراحة. كنت مهتمة أقول رأيي بس. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم شماريخ، لعمرو سلامة، والبطل آسر ياسين والبطلة أمينة خليل. هحرق جامد في الأحداث، فلو أنت لسه ما اتفرجتش على الفيلم وعايز تعرف هو فيه إيه وممكن يكون رأيك إن هو فيلم جميل جدا غير رأيي، فاقفل الحلقة واتفرج عليه وبعدين تعالى. بس مش أكتر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحلقة. الفيلم بتاعنا النهاردة واخد أقدم تيمة في الأفلام الأمريكية، اللي هي الرجل القناص، الهيتمان زي ما بيقولوها الأجانب، اللي بيشوف واحدة بيحبها في مهمة من المهمات، وبيكون ما بين إن هو ينفذ المهمة ويقاوم حبه ليها، أو إن هو ما ينفذش المهمة، ويعني الدنيا بقى تتقلب عليهم والحرب وبيفضل يحميها. شفناها في كذا فيلم أجنبي وكذا فيلم عربي. تمام، مفيش مشكلة، يعني أنا بحب الكلام ده جدا، يعني دي من نوعية أفلامي المفضلة أساسا، اللي هي أكشن برومانسي خفيف حلو أوي وتقضي عليه السهرة. بس الفيلم اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة فيلم شماريخ بقى. أولا أنا عندي مشكلة. المشكلة الأصلية للبطل عندنا إن هو أبوه مش معترف بيه، عنده مشكلة في إن المجتمع مش معترف بيه، لإن هو جاي من علاقة غير شرعية بين الأب والأم، فمكتوب على اسم جده، وده عامل له أزمة نفسية. تمام. ما آسر ياسين عمل كده في الوعد؟ أنا مش فاهمة. يعني آسر ياسين عمل القصة دي كلها في الوعد، والقصة في الوعد كانت مقنعة بالنسبة لي أكتر بصراحة، وكان في مساحة أكبر إنه يورينا تعبه النفسي ده، إن هو مش عايز المجتمع يفضل يفكر فيه على إنه لقيط أو في غبار على أصله يعني. فدي هو كرر الشخصية تاني، خصوصا إن يعني السيناريو مش أقوى حاجة. معرفش. ثانيا بقى، إحنا بقينا ناخد الصورة الأمريكية في كتير من الأفلام الجديدة. يعني إحنا مثلا عايزين نبين إن ده مصنع غلط، أو مصنع بيتم تشغيل عمالة الأطفال فيه بعيد عن الحكومة، عاملينه مصنع تحت الأرض. أصلا العمالة بتاعت الأطفال ما بتشتغل حوالينا في كل حتة يا جماعة، مش محتاج إن هم يفحتوا لها تحت الأرض يعني. يعني جو المصنع ده حسيته أشبه بالمصانع اللي المفترض بتبقى على حدود أمريكا والمكسيك في الأفلام الأمريكاني، اللي بتشغل الأطفال في تكديس المخدرات والبضاعة المهربة. يعني دي الصورة البصرية اللي أنا شايفاها، ده اللي عيني شايفاه. بس الفيلم نفسه بحس إن هو كوكتيل من عدة أفلام: ترمينيتور، على جاك ريتشر. ليه كده؟ انا مش فاهمه الحته الاخرانيه لما دخلوا هما الاتنين بقى يحتموا من الجيش اللي بره. ده اخر مشهد من فيلم مستر اند ميس سميث. انا شفت المشهد. ممكن انا مش فاهمه حاجه، ده رايي والله. ايه تاني؟ من الحاجات بقى اللي احنا بنقلد فيها الامريكان. المفترض ان آسر ياسين عايز يدخل امينه خليل العماره اللي هي ساكنه فيها في شقه لوحدها وهي مغمى عليها، فحاططها على كتافه وبيفتح الاسانسير وبيخش بيلاقي عيلة ظريفة. فبيكون المبرر الدرامي او اللي هو بيقوله لهم ايه بقى: اصل هي شربت شوية تقلت في العصير وانا خاطبها. هو احنا فعلا يا جماعة في مصر شيء طبيعي ان واحدة تكون عايشة لوحدها، فلو بتسكر هي وخطيبها في مكان فبيجي شايلها على كتافه، والجيران بيشوفوها وبيفتحوا لهم الباب وبيدخلوا، مش بيبلغوا البوليس مثلا؟ يا جماعة احنا عايشين فين يعني؟
انا مش بقول صح وغلط يعني، انا بس بقول ان ده مش شيء طبيعي. بالعكس، هو كده مش بيبعد الشبهة عنه، ده بيخلي الجيران تركز معاه، وهو الهدف من المشهد انه كان يعدي بيها بسرعة ويدخلها الشقة في سلام. يعني انا اعتقد انه لو كان قال زميلتي في الشغل واغمى عليها، والله كانت تبقى مقنعة اكتر. لكن سكرت وانا خطيبها، ايه؟ مش فاهمة والله ايه الكلام ده. وجارهم بقى بيهزر معاهم بقى، وتاني يوم بيقابلها عادي، يعني مش بيقابلها مش بإزاز يا جماعة. انتوا سمعتوا عن تجربة بنت عاشت لوحدها في مصر، الجيران بيتعاملوا معاها ازاي؟ شفتوا الكلام ده؟ بس والله، والله يعني استغربت جدا هذا المشهد. ايه كمان؟ شخصية الراجل، انا عايزة بقى ابين رجل الاعمال الشرير. احنا واخدين الشخصية رجل الاعمال المكسيكي او اللاتيني اللي بيطلع في الافلام الاجنبية، اللي هو قاعد على البول ولابس لبس ملون الوان غريبة. ايه الشكل الغريب ده؟ معرفش، مش شكله مش شبه الاشرار يعني اللي الواحد ممكن يتوقعهم في عالمنا العربي. استغربت جدا خالد الصاوي في هذا الدور والله العظيم. ايه تاني؟ ايه تاني؟ البنت الصغيرة اللي كانت بتمثل الدور اسمها لوفينيا او لوفينيا، كانت عسولة جدا ما شاء الله، يعني كانت لذيذة قوي على الكاميرا، وأتوقع لها مستقبل كبير يعني. وده حاجة من حاجات عمرو سلامة أنا أشهد له فيها يعني بالتفوق، إن هو بيعرف يخلي الأطفال تبقى كويسة جدا قدام الكاميرا، وبيعرف يختارهم، زي احمد داش، وزي الولد عمر الشريف اللي كان في الفيلم اللي فات بره المنهج، اللي كان رائع جدا وانا حبيت اتفرج عليه واتأثرت بيه. وكنت متوقعة حاجة يعني في نفس المستوى. يعني أنا لما قالوا لي عمرو سلامة وآسر ياسين، توقعت حاجة كده زي فيلم زي النهاردة بتاع 2008، لأن أنا كنت عندي 16 سنة وبقى ما بروحش سينمات، وما فيش أفلام بقى بتقارسن ولا حاجة زي إيه الهيصة اللي حاصلة اليومين دول دي. وكنت بقى اتنشأ على اي خبر في الجورنال يتكلم يذكروا حاجه عن البلوت بتاعت الفيلم، اي حاجه بقى بتتكلم عن الفيلم. ولما نزل على اسمها ايه، روتانا، عملت فرح بقى وسكت البيت كله وجبت الجاتوه والشاي عشان اتفرج، وكان الفيلم يستاهل والله العظيم. وكانت اول حاجه اشوفها لعمرو سلامه، واول حاجه اشوفها لاسر ياسين، وبعد كده ركزت واهتميت ان انا اتفرج على اي حاجه للاثنين دول. الاثنين بيعملوا حاجات كويسه، بس يعني الفيلم ده متاثر بحاله البوظان العام اللي في السينما يا جماعه. ليه كده؟ مش فاهم. ايه كمان؟ العلاقة بقى ما بين البطل والبطلة، يعني مشاهد زي شجر المصطلح وشجر المصطلح، وجو البطل الجامد اللي هو يعني بيفهم كل حاجة وبيعرف كل حاجة، وهي كائن مذعور عبيط وراه بيصرخ وخلاص وكده يعني. يا جماعة، ده جو إفيهات فيسبوك وبوستات فيسبوك، اللي هو حبيه قويا. الجو ده ايه ده؟ ايه ده؟ يعني مثلا لو رجعنا، انا بقارن ليه بفيلم الوعد؟ لانه قدم الشخصيه قبل كده. الشخصيه اللي كانت قصاده في فيلم الوعد لا، كانت طبيعيه وتنتمي للعالم اللي هو فيه ده. يعني والمشهد الاخير لما هدى المفتي بتقول ان انا حامل في ابنه، هو بقى المفترض راجع وساب الدنيا كلها عشان خاطر ما يعملش في ابنه اللي ابوه عمله فيه. وراحت هدى المفتي اتقتلت قدامه، خدت رصاصه في دماغها ووقعت على الارض. فين التأثر؟ ما تأثرش بعديها بما فيش بمشهد بيهرج هو وأمين خليل وتقول له ما انت طلعت متجوز ومش عارف ايه. ايه يا جماعة ده؟ فين التأثر؟ طب فين ابني؟ ما زعلش عليه 3 دقايق يعني. ما فهمتش والله برضو النقطة دي. وبعدين أمينة خليل يا جماعة، التحول في حبة واحد في 3 أيام، وفي آخر ال3 أيام اكتشفت إن هو قتل أبوها فلسه بتحبه. اه اي نعم، قال لك هو قال لها ده باباك انتحر وكده يعني وبتاع، ايه اللي خليها تصدقه يعني؟ مفيش حاجة. يعني السيناريو كان لازم يتعب عليه اكتر من كده، كان لازم افهم الشخصيات اتطورت ازاي. هي فجأة صحيت الصبح قررت تتعلم ضرب نار. ايه اللي حصل بقى يعني؟ قررت تتعلم ضرب نار.
من أول لحظة مسكت المسدس الحمد لله، وكانت شجاعة كفاية إن هي تضرب نار. وحتى المشهد بعد ما ضربت نار يا جماعة، عايزة بقى تبين إن هي اتأثرت بقى بقتل النفس وكده. المشهد كان ضعيف جدا والله، لأنه مكتوب وحش، اتمثل وحش الصراحة يعني. لن أكذب، أتمنى بعد ما أنزل الفيديو ده القناة اللي عليها 35 سبسكرايبر ما تتمسحش بس يعني، ويبقى قلبهم أبيض ويسمعوا. بس يعني مش أكتر من كده. عموما خشوا اتفرجوا على الفيلم يا جماعة. ربما أنا ما بفهمش شيء، وأنا هستنى فيلم عمرو سلامة الجاي، وهستنى فيلم آسر ياسين الجاي، لأن هما ليهم تاريخ طويل يستحق إن أنت تستنى عشانه فيلم واتنين، وتخش عشانه فيلم واتنين وتدفع، مفيش مشكلة يعني. وأتمنى حاجة أقوى يعني والله. وإذا كنت اتكلمت، لأن أنا يعني كان في جملة الدكتور